السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم بخير وعلى خير ومع حكايه جديده. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع حبابكم. حكايتنا ديال واحد السلطان اللي كان من رجال الدين. كان شاد في الدين بايديه وبسنانه، وكان كيعجبو اللي كيصلي واللي شاد في كتاب الله. ولكن اللي كيضرو في خاطرو وكيحسزو ان اغلبيه الناس اللي عنده في البلاد ما كانوش مهتمين نهائيا بالدين او بالصلاه. وقال كيفاش غادي ندير باش نخلي الناس كاملين يصليو. قال اول حاجه خاصني نعلمهم النظافه، ونعلمهم طريقه الوضوء، ونعلمهم كيفيه الصلاه. ايوا شنو غادي ندير؟ غادي نبني ليهم حمام، لان باش تصلي خاصك تكون نظيف. وداكشي اللي دار، هضر مع البناي قال ليه غادي تبني لي حمام كبير وبغيتو بالرخام، ويكون اللي شافو يعشقو، اللي شافو يبغي يدخل يعوم فيه. وداكشي اللي دار، البناي بنى ليه حمام، وحمام كبير بالرخام، وزوقو ولا نظره للعين. ومن بعد شاف الصباغ اللي صبغو بلوان زاهيه، اللي خلى اللي شافو كيعشقو وكيتشهى يدخل يعوم فيه. ايوا من بعد ما كمل هذاك الحمام، ومن بعد ما وجد، وهنايا السلطان امر البراح وقال ليه غادي تدور في البلاد وغادي تقول للناس الحمام اللي بنى السلطان العومان فيه فابور، يعني غير جيو تعوموا. ايوا السلطان كان وصى هذاك البناي باش يبقى هو اللي مقابل الحمام، وكذلك جاب واحد الشيخ باش يعلم الناس طريقة الوضوء وطريقة الصلاة. ووجد للناس في هذاك الحمام اي حاجه كيحتاجوا، من صابون، من خراقي، من اي حاجه اللي كيحتاج الانسان في الحمام وجدها لهم السلطان وفابور. وعاد ملي كيعوبوا ويخرجوا كيوجد لهم مشروبات، يعني اللي بغى يشرب شي حاجه كيلقاها واجده وفابور. هادشي كامل غير باش يحبب للعباد او بالناس اللي عنده في البلاد، يحبب ليهم النظافه ويعلمهم الصلاه ويحببها ليهم، لان عماد الصلاه وعماد الدين هو النظافه، والنظافه من الايمان. وداكشي اللي كان من بعد ما طلق البراح وقال للناس حمام السلطان فابور وكل شي فيه فابور. الناس بداو كيجيو، ومعه هو يا تبارك الله حمام كبير وبالرخام وبالزليج وبالصباغه وداك الشي الرفيع. كاع الناس عشقوه ولاو كيجيو، وخصوصا كيلقاو كاع داكشي اللي بغاو. وكيلقاو كذلك هذاك الشيخ اللي كيعلمهم طريقه الوضوء وكيوريهم كذلك الكيفيه كيفاش يصليو. ايوا بدا الدين كينتشر، بداو الناس كيمشيو للجامع، يعني بداو الناس كيصليو. وداك الشيء فرح السلطان، وزاد فرحوا بزاف ان الحمام ديما عامر. ايوا دازو ايام، الناس عجبهم المعامله ديال هذاك البناي اللي مقابل الحمام. ايوا كانوا كيدوروا معاه كل واحد باش سخاه الله. ايوا هنايا الصباغ جاتو الغيره من البناي، قال كيفاش انا اللي صبغت الحمام، واخا البناي اللي بناه، ولكن انا اللي كملته، انا اللي فينيته ودرت ليه الصباغه حتى ولا بهجه للعين. كيفاش هذاك البناي هو اللي مستغلو وهو اللي عايش فيه، وبهذاك الشيء اللي كيعطيوه الناس ما كيحتاج كاع هذيك الخلصه اللي دار ليه السلطان. وهو يقول خصني نلقى ليه شي حيله نطيرو من تما ونشد بلاصتو. ايوا شوفوا الحسد والغيره فين كتوصل. ايوا هنا الصباغ مشى عند السلطان، مشى عنده وقال ليه مولاي، شتي البناي راه كيتخلص من عند الناس الدخله بالفلوس، وكاع داكشي اللي درتي للناس فابور كيتخلص من عندهم. وزيدون كيقول لهم هذاك الشيء كامل راه السلطان اللي امروا به، والفلوس كاملين راه كيجمعهم ويجيبهم ليك. ايوا هنا السلطان ما عجبو حال وتقلق وتعصب. هو يقول الوزير غادي تمشي عند البناي، غادي تديوه وترميوه في البحر. الوزير بقى فيه البناي وعرف بان شي مكيده كاينه تما،
وبغى يهضر مع السلطان، ولكن خاف حيت شافو مقلق وغضبان، وعمرو ما شافو بهذيك الحاله وهو يسكت. ايوا قال ليه: سمعا وطاعة يا مولاي، دابا غادي نمشي ننفذ الامر اللي طلبتي. هنا السلطان قال لهذاك الصباغ: انت اللي غادي تولي شاد البلاصه ديال البناي. وهنا داك الصباغ داكشي اللي بغى، ما جا حفر حفره لصاحبو الا وبغى باش يشد بلاصتو. ولكن هيهات ثم هيهات، اللي كيحفر شي حفره كيطيح فيها هو الاول. ايوا من بعد ما مشى الوزير صيفط على ولد البناي، جابو عنده وقال ليه: ها اللي باش يحكم عليك السلطان، ولكن انا عارفك مظلوم. حيت البناي بدا كيبكي على الوزير، قال لي: حرام الا كنت كنتخلص من عند الناس. الدخله د الحمام فابور، داكشي اللي كنعطيهم مستلزمات ديال الحمام فابور، وعاد المشروبات فابور، عمري ما خديت منهم شي ريال د الخلاص. هما اللي كانوا كيدوروا معايا وكيعطيوني باش ما سخاهم الله. هنا الوزير قال للبناي: انا تيقتك، ولكن اشنو غادي ندير؟ اللي عليا غادي نسكنك عندي واحد البيت في الجردة غتسكن فيه وغتبقى عايش فيه، ما تخرج ما تضرج باش ما يشوف حتى حد. راه الا ساق لك الخبر السلطان بانك باقي عايش، راه انت لا انا بجوجنا السلطان غيطير لينا ريوسنا. ايوا هنايا البنات قال الوزير: اش غادي نقول لك؟ الله يجازيك بخير، كيف ما عتقتيني ربي غادي يجازيك. وداكشي اللي كان سكنو عنده في البيت في الجردة، ما كيخرج ما كيضرش، بقى في هذاك البيت تما حتى حد ما سيق ليه الخبر، غير الناس اللي خدامين عند الوزير في دارو. ايوا دازو ايام، هذاك الصباغ ملي ولا شاد الحمام، ولا داير ثمن للدخله، ولا داير ثمن لاي حاجه بغاها الانسان من هذاك الحمام، وحتى من دوك المشروبات حتى هما دار ليهم الاثمنه. ايوا ولا كلشي بالفلوس، حتى حاجه ما بقات فابور. ولكن السلطان ما ساقش الخبر، شكون اللي يقدر يمشي عنده يقولها ليه؟ الناس تيقوا وقالوا راه السلطان اللي دار هذا الشيء، وهو اللي امر هذاك الصباغ باش يدير الحمام بالفلوس وما يبقاش فابور. ايوا دازو ايام وايام، وهذاك البناي عند الوزير ما كيخرج ما كيدرج، والوزير ما قايل والو للسلطان. بالنسبه للسلطان الوزير راه هو يقام بالمهمه ولاح البناي في البحر. ايوا واحد النهار من ايامات الله، السلطان بغى يخرج يتنزه في البحر، كيف مولف مره كيدير. ايوا من بعد ما خرج هو والحاشيه ديالته، بقاو يعني خداو الباطو وبقاو كيدوروا في البحر. ايوا السلطان بقى كيلعب بالما بيديه، شويه الخاتم ديالو طاح ليه وهبط ليه في البحر. هنا السلطان قال فيها خير، ربي يعوض. واخا داك الخاتم كان عزيز عليه وعمره ما حيدو من صبعه، ما عدا ملي كيبغي يعوم ولا ملي كيبغي ينعس. المهم رجع للقصر ديالو من بعد ما الناس اللي معاه الحاشيه اللي معاه صيدوا وحوت كثير. ملي جاو للقصر السلطان امر هذوك الحاشيه، قال ليهم: وجدوا لي شي حاجه وما تبقى ديال الحوت فرقوه، وعطاهم الاسامي لمن يديوه. ومن هذوك الناس اللي صيفط ليهم السلطان الحوت الوزير. ايوا كان جا واحد من دوك الخدامه جاب الحوت الوزير، قال ليه: هذا الحوت من عند مولاي. ايوا من بعد داك الوزير عيط على الخدامه ديالو، قال ليها: هاكي هاد الحوته اديها لهذاك المخلوق اللي عندنا في الجرده، يعني قصد بها البناي. عطاه حتى هو نصيبه حيت الحوت جاه كثير. ايوا البناي ملي صيفط ليه الوزير هذيك الحوته شدها وفرح بها، قال: هاد الحوته اليوم غنتغدى منها ونتعشى منها، حيت تبارك الله كانت كبيره. ايوا هزها قال بسم الله وبدا كينقي فيها باش يوجدها ويشويها، ويلا حل كرشها وهو يلقى فيها الخاتم السلطان. وهو يعرفو حيت السلطان كان كيجي عنده مره للحمام، وقبل ما يدخل كان كيحط عنده الخاتم ديالو المجوهرات اللي لابس حتى يخرج وعاد
كيلبسهم السلطان. ايوا هنا البناي ملي لقى داك الخاتم وسط الحوته افرح، وهو يمشي عند الوزير قال ليه سيدي اديني عند السلطان. الوزير تخلع، قال لي كيفاش نديك عند السلطان وانا قايل ليه بانني رميتك في البحر؟ واش بغيتي تخرج عليا وتخرج على راسك؟ واش بغيتي وليداتي يتموا بسببك؟ قال ليه شوف مولاي، غير ديني عند السلطان وقول ليه راه فعلا رميته في البحر، راه هو اللي خرج من البحر. هنا الوزير شاف التاعيه وشاف بان البناي مصمم على كلامه، وهو يقول ليه يلا. المهم مشى عند السلطان ودخل عنده ودخل ليه البناي. السلطان شاف البناي وهو يدهش وهو يدور عند الوزير، قال لي على ما نفذتيش الامر باش امرتك؟ هنايا الوزير قال ليه نفذتو مولاي، درتو في الخنشه وخيطت عليه وتقلته بالحجر ورميته في قاع البحر، وما عرفتش كيفاش تطلع منه وكيفاش تخرج منه. هذا العجب، وان الله يحيي العظام وهي رميم. ايوا هنايا السلطان دار عند البناي وقال ليه عاود لي قصتك، ياك نتايا رميتي في البحر، كيفاش درتي حتى خرجتي منه؟ ايوا هنايا البناي قال السلطان مولاي راه بصح الوزير لاحني في البحر، ولكن من الزهر انني طحت حدا باب القصر ديال السلطان ديال البحر. هنايا السلطان قال ليه على البحر كاين فيه قصر وفيه سلطان؟ قال ليه نعم مولاي، كاين فيه السلطان ديال البحر. وملي طحت قدام الباب ديال القصر ديالو خداوني الحراس ودخلوني عنده، وهو يقول لي شكون انت ومنين جيتي؟ عرفني من البر. ايوا وانا نقول ليه انا بناي، وعاودت ليه القصه ديال الحمام اللي بنيت لكم مولاي. وهو يقول لي السلطان ديال البحر حتى انا بغيتك تبني لي حمام بحال اللي بنيتي لخويا السلطان ديال البر. وبنيتو ليه وقاديتو ليه ودرتو ليه بزليج وبالرخام كيف ما الحمام اللي بنيت لكم مولاي. ولكن ملي وصلت للصباغه وانا نقول السلطان ديال البحر، راه كاين واحد الصباغ هو اللي صبغ الحمام، والبني ديال هذاك الحمام ساليتو البارح. وهو يقول لي السلطان ديال البحر دابا المهمه ديالك سالات، غادي نهزوك نخرجوك البر، وصيفط لينا الصباغ اللي صبغ الحمام ديال السلطان ديال البر باش يصبغ لينا الحمام ديالنا. وهاك هاد الهديه هادي اعطيها للسلطان ديال البر وقول ليه هادي هديه من عند خوك السلطان ديال البحر. وهنا البناي وهو يجبد الخاتم ديال السلطان. السلطان غير شاف الخاتم ديالو هو عارف راه طاح ليه في وسط البحر، وهو يتاكد في الاول كان شاك في كلام البناي، ولكن ملي شاف الخاتم اتاكد، قال راه فعلا خويا السلطان اللي كاين في البحر هو اللي صيفط ليا هذا الخاتم، يعني كلام البناي صحيح. هنا السلطان قال لهم سيروا جيبوا لي الصباغ، ما خصناش نتعطلوا على خويا السلطان ديال البحر، خاصنا نكونوا قدها وقدود. كيف ما البناي بنى ليه الحمام خاصنا نصيفطوا ليه الصباغ حتى هو يقوم بالواجب. ايوا هنايا الوزير صيفط الحراس باش يجيبوا الصباغ، والسلطان وجد الباطو معاه الحاشيه ديالو الوزير والبناي ومشاو كيتسناو الصباغ يجي. ايوا الصباغ غير وصل للبحر وشاف الباطو فيه السلطان وفيه الوزير وفيه البناي وفيه الحراس، وهو يدهش خصوصا اللي شاف البناي وهو في باله بان البناي مات وشبع موت. هنايا السلطان دار عند الصباغ وقال ليه غادي تمشي دابا عند خويا السلطان اللي د البحر وغادي تصبغ ليه الحمام ديالو اللي بنى ليه البناي، وبغيتك تصبغوا ليه كيف ما صبغتي ليا الحمام ديالي. هنايا الصباغ فهم وعرف القضيه فيها ان، وعرف بان البناي بغى يرد ليه دقته. وهو يدور عند السلطان قال ليه مولاي واخا الامر ديالك على الراس والعين، ولكن خاصني نرجع لداري باش نجيب الدوزان، نجيب الصباغه ونجيب الشيتات باش نصبغ، باش
ما نحشمكمش مولاي مع السلطان، مع خوكم السلطان د البحر. ايوا هنا البناي عاق بان الصباغ فهم وعرف اشنو كيوجدوا ليه. هو يقول ليه ما تخافش، على انا ملي مشيت بنيت الحمام ديت معايا الدوزان، غير سير راه هذاك راه هو سلطان د البحر، راه تلقى عنده الصبايغ من كل نوع وتلقى عنده الشيتات من كل حجم، غير سير راه كل شيء موجود عندهم، راه بحالنا حنا بحالهم هما، وعاد هذاك راه سلطان، راه حتى حاجه ما تغلى عليه. ايوا هنا الصباغ حصل حصله وما عرف كيفاش يتفك منها. ايوا السلطان امر الحراس قال لهم ايوا ديروا الصباغ في الخنشه وسقلوه بالحجر ورميوه باش يمشي عند خويا السلطان د البحر. ايوا البناي باش يتاكد بان الصباغ غادي يتهنى منه في مره، اش قال للسلطان؟ مولاي خليني انا نتكلف، انا اللي عارف فين كاين القصر ديال السلطان د البحر. وهو يدير الصباغ دارو في خنشه، وعوض ما يخيطوه مره خيطوه بجوج د المرات، وعوض ما يتقلوا بحجره تقلوا بجوج حجرات، وكيقلب على شي حجره ثالثه. خاصو يتقلوا مزيان ويرميه في البحر ويتاكد بانه ما غيطلعش، حيت هو اللي ظلم وهو اللي حفر ليه وهو اللي كان سبابه اللي كان بغى يتم وليداتو بالمكيده اللي دار ليه. وداكشي اللي كان البناي رمى الصباغ في البحر، وهو يقول للسلطان مولاي دابا خوك السلطان د البحر راه هو غادي يفرح بالصباغ اللي صيفطنا ليه. ايوا السلطان فرح وخرجوا كاملين رجعوا، والبناي مشى لخدمته، مشى قابل الحمام وعاد رجع الحمام فابور والمستلزمات فابور والمشروبات فابور وهكذاك، والناس كيدوروا مع البناي حيت المعامله ديالته معامله زوينه. ايوا هذه حكايتنا اليوم، كنتمنىها تعجبكم، تبارطاجيوها مع احبابكم وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالتكم، والسلام عليكم.